ازيكم يا اصحابنا عاملين ايه؟ متحمسة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى، احنا بالعيش الشامي اللي باباهم جابه لهم، وربنا رزقنا كده بفراوله وموز. ربنا يطعم كل محتاج يا رب وكل فقير. والاستاذ ادم دخل معانا اهو هيشاركنا. هنقطع الفراوله، قطعها كده طرنشات كده زي ما انا مقطعاها حلوه كده. ماشي. هنعمل يعني حاجه ايه محليه. لا ده كده انت هتاكلي كتاكيت يا حبيبي، مش هتاكلي بني ادمين. قطعها طرنشات حلوه. لا مش كده، مش عارفه، بصي قطعها كده بالطول كده شويه. خلاص قطعها زي ما انت حابه، هي على قدها يعني، على قد ما عرفت يعني. طب دي يا جماعة اللي عايز يقطع. لا بص ديت اقسمها نصين، بص دي طويله، فاقسمها على الطبق كده نصين وبعد كده قطعها. كل ده احنا هنعمل الفيديو كله على التقطيع بس. احنا لسه هنحشي بقى يا ايه ده، ما تقطعش تخين خالص كده، قطع طرنشات كده تكون خفيفه، يبقى عندكم ذوق كده في التقطيع كده وشكل حلو، عشان العين بتاكل ايه يا اصحابنا؟ قبل البق. شاطر. وبصوا جايبين اللي هي شوكولاته الميكستيلا ديت. بس مش مقاطعة. ادم بيحبها. ايوه مش مقاطعه الحمد لله. وده كان عندي شويه صوص فراوله كنت عاملاهم وشايلاهم يعني، هطلعهم برضو اللي عايز يحشي بالفراوله لوحده او الشوكولاته. لا انا هشوف يا اصحابنا العك اللي هم بيعكوه بعد كده ارجع لكم واحنا بنحشي السندوتشات دي. ده اول رغيف اهو بيعملوه، انا ساعدته فيه ان هو بيفردوا بالشوكولاته. شوف بقى هتحشيه بايه، هتحشيه فراوله ولا هتحشيه موز؟ التانيين الاثنين اللي يريحكم انتوا اللي هتاكلوه. بس كفايه يا عم الحاج، بس كفايه يا عم الحاج. ما هو كده كده هو هيتلف رول كده، هنلفه كده رول كده 100 100. يلا يلا اعملوه يلا. يلا يلا شد حيلك، كده كده هنلفها يا ادم. فانت هتلف ازاي انت كده؟ شوف هتلفها ازاي بقى، انا ماليش دعوه، هما اللي قالوا ايه انا قلت لك هنلف رول مش هنلف كده. ده كده ده سندوتش طعميه. كده. طب نخفف الحشو شويه. ما انا عماله اقول الكلام دوت هما. ما حبيبه قاعده تحشي الحشو مش اللي حبيبه عملت الرغيف التاني بصوص الفراوله. شوفوا هتحطوا عليه ايه، واعملوا حساب ان هو هيتقفل عشان نعرف نقفله. التاني يا جماعه بس قفلنا بالعافيه. التاني هما مالوه خالص فمش عارفين يقفلوه كويس. هو دوت لازم كمان ايه تسخن شويه عشان يبقى حلو كده. يلا حطوا الحشو يلا عليه. يلا حشو هما ايه، موز وفراوله، وده صوص الفراوله شويه. ان شاء الله يعرفوا يقفلوه. متعب خالص صعب الدرجه ديت يعني. هو احنا المفروض الحشو جوه، المفروض كنا حاطين الحشو من الجنب بحيث لما نيجي نلف نعرف ونلف هما مش عارفين